السلام عليكم ورحمة الله. رسميا يوسف البلايلي ينتقل إلى المولودية، يعني انتقال غير متوقع إطلاقا، خاصة بعد العروض الضخمة التي كانت مقدمة إلى اللاعب. طبعا بعد انتقال اللاعب إلى المولودية وعد جماهير مولودية الجزائر بهذا الوعد. هنعرف في هذا الفيديو ما هو وعد يوسف البلايلي لأنصار المولودية، وكمان هنعرف لماذا انتقل إلى مولودية الجزائر بالأخص. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسى أخي الكريم الاشتراك في هذه القناة ولايك علشان الفيديو ده ينتشر أكبر عدد من الناس، واذكر الله وصلى على النبي. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. أعلن بشكل رسمي نادي مولودية الجزائر التعاقد مع الدولي الجزائري يوسف البلايلي في صفقة انتقال حر. وقد كشف الحساب الرسمي لنادي مولودية الجزائر أمس الأربعاء عن الصفقة عبر الفيسبوك، ولكن لم يذكر قيمة التعاقد مع اللاعب أي الراتب الذي سيتقاضاه اللاعب. طبعا إدارة مولودية الجزائر في حال التزام يوسف البلايلي ستكون أكبر مكسب، أو سيكون يوسف البلايلي أكبر مكسب لهذا الفريق، لأننا نعلم جميعا إمكانيات هذا اللاعب. وقد وعد يوسف البلايلي جماهير المولودية بهذا الوعد: لقد جئت إلى المولودية من أجل الجماهير، أعدكم أن أقدم كل ما لدي وسنعمل على تحقيق الدوبلي في هذا الموسم. أما عن سبب انضمام يوسف البلايلي إلى نادي مولودية الجزائر في هذا الموسم بالأخص، فهو كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم، حيث يسعى يوسف البلايلي للمشاركة في هاتين البطولتين من أجل تقديم كل ما لديه لمنتخب الجزائر. وفضل الانتقال إلى ناد كبير في الجزائر من أجل أن يكون تحت أعين جمال بلماضي، لأن جمال بلماضي قال في وقت سابق أنه لن يشرك لاعب مع منتخب الجزائر لا يشارك مع ناد. وطبعا جمال بلماضي يضم بعض اللاعبين من الدوري الجزائري من آن لآخر، ولذلك يوسف البلايلي ستكون لديه إمكانية كبيرة للمشاركة مع منتخب الجزائر. شاركنا رأيك في الكومنتات، هل تتوقع تألق البلايلي أم أنه يفعل كما يفعل في كل مرة؟ شاركنا رأيك في الكومنتات، لايك واشتراك. السلام عليكم ورحمة الله.